يلا ما انشي الاوان تفرزيه، ومن السنة للسنة هتخزنيه. ده كتير اليومين جدا في السوق وبأقل الاسعار. مال الدنيا ورخيص جدا عن الفترة اللي فاتت قبل رمضان، وفي رمضان كان لسه برضو غالي شوية. اليومين دول رخيص جدا. وقلنا بقى نجيب كده كمية ونفرزها مع بعض بطريقة بسيطة، وهنستخدم كل حاجة فيه، مش هنرمي اي حاجة فيه. جبت كمية من التوم كده، وخليت الراجل قطع لي الساق الطويل جدا اللي انتوا عارفينه دوت، وخليته ساب لي الجزء المفيد في الموضوع كله. جبت كده التومية وقطعتها، وقطعت الساق اللي فيها اللي انتوا شايفينه دوت. هفضل كده افكك فيه لغاية ما اوصل للجذور اللي جوه اللي هي البراعم الخضرا ديت، وده القشر الخارجي الطري. هاخد البراعم اللي في الساق الداخلية هحتفظ بيها، وهاخد القشر برضو الطري الخارجي ده برضو هحتفظ بيه. وهاخد بقى كده راس التومة، اي قشرة خارجية ناشفة عليه كدهوت هرميها. وبعد كده هوت اوصل للقشر الطري كله برضو هستخدمه. يعني انا مش هرمي اي حاجة في راس التوم. يعني الصاج دوت هفتحه كدهوت هيلاقي جواه براعم خضرة هحتفظ بيها، والقشرة الطرية الخارجية ديت برضو هحتفظ بيها. وهفضل كده ايه افكك فصوص التوم لغاية ما تتفكك معايا الراس كلها، وهوصل لايه، لساق داخلي كده، جذع كده ناشف دوت اللي انتوا شايفينه في ايدي دوت، ده ارميه. لازم بقولك تفككي التوم كله ليه؟ علشان توصلي للجذع دوت. الجذع دوت لو رميتيه في وسط التوم بتيجي ممكن يبوظ سلاح الكبة، او ممكن يتفرم معاكي، بس هيفضل ناشف زي ما هو في وسط التوم، ومش هيبقى حلو في وسط التوم. كده هوت ايه، هعمل الكمية كلها معاكم. عملت كده في صوص التوم، وده قشر التوم الطري الخارجي، ودي البراعم اللي هي بتبقى داخل الصاج، دي جميلة جدا هنستخدمها دلوقتي. وهنا قشر التوم سخنت الفرن ودخلته ايه فيه، ومن وقت للتاني وانا بفرم كده التوم هخرجه من الفرن واقلبه. هنا كده بقى ايه، حطيت جزء من التوم وضربته معايا في الكبة بدون اي اضافات. ليه بقى؟ اقولك دلوقتي. لان طبعا احنا كلنا عارفين لما كنا بنيجي الاول نفرز التوم كنا بنضيف عليه زيت وملح. لا، مش هنضيف الملح. اللي انا اكتشفته مع مرور الوقت في تخزين التوم، اكتشفت ان الملح بيخر مية في التوم، وبيطري التوم، وبيعمل ريحة مش كويسة وريحة شديدة، بيبوظ لي الحاجات اللي انا مخزناها في الفريزر معايا، وبيطري لي التوم جدا وبيغير لي ريحته. لو لاحظت كده هوت هتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك ده صح. كده فرزت كمية التوم كلها فرمتها، وجبت معايا بقى البراعم ديت ضفتها في الكبة، وحطيت عليها ايه، كام فص من التوم، من القصفة من الفلفل الاحمر، وخرطته عليه وطحنته برضو في الكبة. هنا بقى جبت كمية التوم بتاعتي وقلبتها بزيت بس. الزيت كمادة حافظة وميخليليش التوم يلزق في بعضه ويكلكع، لا بيخليه سهل كده لما بتيجي تفرزيه في الاكياس التلاجة ديت كده هوت، وتعمليه زي ما انا بعمله كده بالطريقة دي اللي انت شايفاها. بيحتفظ بيه كده هوت، بيخليكي لما تيجي تطلعي الكيس وعايزة قطعة بتتقطم معاكي بكل سهولة. مش زي الملح بيخليها تخر مية وتكلكع معاكي، وتيجي لازم تركني التوم بره لغاية ما يفك عشان تقدري تاخدي منه. لا كده هتقطمي منه بكل سهولة، هيبقى معاكي سهل جدا. لان التوم ريحته بتبقى شديدة، فالملح بيخليه نزل مية، فريحته بتبقى شديدة اكتر. هتعمليه بنفس الطريقة دي في كيس التلاجة، او عندك علب حفظ ممكن تحطيها وهتخرجيها تاخدي منه بالمعلقة بكل سهولة. مش هينشف معاكي زي ما بتكوني حاطة عليه ملح، لازم تخرجيه يفك وترجعي تشيليه تاني، وده حاجة غلط يعني. هنا دي بقى اللي انتوا شايفينه في الكبة دي البراعم الخضراء، ضفت عليها الفلفل الاحمر وطحنتها في الكبة، ومعايا بطرمان مغسول ومتعقم. وهضيف بقى الهريسة
بتاعتي. يعني انا استغليت التوم في كل حاجة. وكده هو زي ما انتوا شايفين وانا بحط بالمعلقة، ما بضغطش المعلقة على المعلقة، انا بحط كده هوت وما بضغطش. ليه؟ علشان يبقى في فراغات هوا في البرطمان، عشان لو حبيتي تشيليه في الفريزر ما يبقاش مضغوط ويفرقع منك. لكن كده الفراغات ديت بتخليكي تشيليه وما بيجرالوش اي حاجة في الفريزر. لو حابة تشيليه ومعاكي كمية كبيرة وحبيتي تشيلي جزء منه في الفريزر، مش البرطمان الازاز، ما تقلقيش مش هيفرقع منك خالص. هنا كده عملت الكمية ديت. وهنا ده بقى القشر خرجته من الايه، من الفرن. كنت من وقت للتاني بقلبه كده هوت، على اساس ان لو في اي حاجة فيه اتلسعت، اي حاجة اللي من فوق مثلا نشف، اقلبه واخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت والكلام ده كله. بعد ما خلاص نشف معايا وفرمته كده بايدي فرمة خفيفة عشان يسهل عليا في الكبة، هحطه بقى في الكبة واطحنه وانعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه. طحنته كده ونعمته، هبتدي بقى ايه، اجيب اي صفاية صغيرة او منخل، وهبتدي بقى ايه انخله كده من اي شوائب، واحتفظ فيه بيه في بطرمان. يبقى انا كده استفدت من ايه، من كل حاجة في التوم. جبت التوم وقطعت الساق، فتحت الساق دوت وطلعت منه كل البراعم الخضراء، ضفت عليها فلفل احمر وعملته هريسة. وهستخدمها بقى للبتنجان والمخللات والاكل، لاي حاجة انت بتحبي تضيفي فيها الهريسة. وطبعا التوم كله فرزته بدون اضافة ملح، بزيت بس. وهنا بقى خدت القشر الخارجي اللي هو الطري دوت، عملته ايه، توم بودر. طبعا التوم البودر الابيض اللي احنا عارفينه اللي بنشتريه من عند العطار، ده بيبقى توم مش قشور توم. لكن دوت قشور التوم استغلتها وضفتها للاكل، طعمها جميل جدا. يبقى انا خدت منه 3 مكونات، عملت منه هريسة من البراعم، وعملت الايه، ال- التوم البودر. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني.